ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبتدي الفيديو ما ننساش نصلي على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده عامله لكم بقى صينيه بسبوسه بتكات وحركات كده الحلواني بمقادير مظبوطه جدا جدا. لو جربتي الطريقة بتاعت النهاردة انسي ان انت تجربي اي طريقة تانية وهتعتمديها في الوصفة. دلوقتي هوريكم بقى قد ايه هي مرملة وطرية كده، وكمان هقول لكم على كل تكات وكل يعني كل حاجة عشان تطلع معاكم مظبوطة بالملي، يعني بالجرامات كده. بصوا قد ايه هي طرية ومرملة وشربت الشربات بتاعها، وطعمها كمان كان زي العسل. يلا بينا ندخل على المقادير، بس ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير، ولو اول مره تشوفوا القناه تشتركي وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. عندي 3 كوبايات من دقيق السميد او دقيق البسبوسه، بجيبه اللي هو نوع وسط من عند العطار وما عليهوش اي اضافات. حطيت عليه 3 معالق من جوز الهند الناعم، ودوت اختيار يا بنات، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه بلاش منه، براحتك. وعندي كمان نص معلقه شاي صغيره كده من البيكنج باودر او اللي هي خميره الحلويات. تمام. الفيديو النهارده بتاعنا صغير والوصفه هتطلع معاكي حلوه جدا جدا، بس ايه يعني امشي على كل التكات وكل الحاجات اللي انا هقولها لك بالمقادير بالظبط، وهتطلع معاكي ناجحه جدا جدا، وهتعتمدي ان انت تعمليها بنفس الطريقه كده على طول. قلبت كل المكونات الجافه بتاعتي على بعض كده عشان كل حاجه يعني ايه تتجانس مع بعض كده. وبعد كده جبت عندي كازارولا كده وحطيت فيها كوبايه الا ربع من السكر، عليها كوبايه الا ربع من الحليب، وعليها كمان كوبايه الا ربع من السمنه. يبقى كده المقادير كلها معروفه، بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها الدقيق البسبوسه هي اللي انا عايرت بيها كمان السوائل. نص كوبايه الا ربع من السمنه، عليها كوبايه الا ربع من الحليب، وكوبايه الا ربع من السكر. عندك عسل كلوكوز هتقدري تحطي معلقه عسل كلوكوز او شربات تقيل اللي هو زي بتاع الكنافه. ما عندكيش زي كده اعملي على طول الوصفه زي ما انا بقولك كده بالظبط. هحطهم بقى على النار، وانا هنا مش عايزه الخليط السائل دوت يعني يغلي ولا حاجه، لا انا عايزاه ان هو يفك، يعني السمنه كلها تسيح والسكر كمان يسيح زي ما هوريكم دلوقتي. بصوا هنا بقى ابتدت ان هي تسيح على قد السخونيه بتاعتها، فضلت اقلب عشان باقي السمنه يعني ايه تفك كده من بعضها. وبعد كده هطفي عليها النار. لو حسيتي ان هي سخنت منك جامد تقدري ان انت تسيبيها لغايه لما تهدى شويه، وبعد كده تبتدي تشتغلي فيها. هنا انا طفيت النار وسبتها 5 دقايق لغايه لما هديت، وبعد كده رحت بقى على المكونات الجافه بتاعتي، اللي هي زي هنقول تاني عبارة عن 3 كوبايات من دقيق البسبوسة، عليهم 3 معالق من جوز الهند الناعم اختياري، وعليهم نص معلقة بيكنج باودر او خميرة الحلويات. نزلت كل الخليط بتاعي السايل كده على الدقيق بتاعي او المكونات الجافة بتاعتي، وهبتدي اقلب بالراحة كده. والبسبوسه يا بنات مش عايزه تقليب كتير، متاخدش منك تقليب كتير. كل ما هتقلبي فيها كتير هتنشف وهتطلع معاكي ناشفه ومش هتشرب معاكي الشربات، وهتطلع مش ناجحه. يا دوبك بس تحسي ان الدقيق كله اختفى كده مع السوائل، وبعد كده توقفي تقليب على طول. يعني انا هنا قلبت، كنت بحس ان لسه في دقيق من تحت، بقلب من تحت لفوق كده زي ما انتوا شايفين، لغاية لما حسيت ان كل المكونات امتزجت مع بعض وخلاص الخليط الجاف ما بقاش فيه اي حاجة وكله بقى مظبوط. هبتدي بقى ان انا اركنها بقى على جنب كده، واجيب الصينية بتاعتي اللي هوريها لكم دلوقتي. الصينية بتاعتي دي مقاس 30، يبقى ال3 كوبايات دي بسبوسة بيعمل معايا صينية مقاس 30، وال3 كوبايات يا بنات بما يعادل نص كيلو من الدقيق، مدهونة دهنة كويسة جدا من السمنة. طبعا زي ما احنا عارفين اي حاجة فيها حلويات شرقية بتحب السمنة كده، وبتحب يبقى السمنة فيها يعني تبقى مظبوطة. تدهنيها، مش عايزة تدهنيها سمنة ما تدهنهاش، بس هي برضو بتديها لون كده من تحت، وبتدي البسبوسة بتاعتنا طعم كده حلو، ما بتبقاش ناشفه من تحت قوي. ابتديت بقى ان انا اخبطها مرتين 3 كده على الرخامه لغايه لما اتساوت زي ما انتوا شايفين. عندك بندق حطي، ما عندكيش خلاص اعمليها ساده زي ما انا عايزه، زي ما انا عملتها كده وحطيتها في الفرن. وهي بقى في الفرن نحضر بقى الشربات بتاعها، عباره عن كوبايتين من السكر
وكمان بنزل عليهم بكوبايتين من المية، بس لما تكوني بتعملي السكر او الشربات لازم تنزلي بالمية على الحروف كده بتاعه السكر، عشان لو في اي حبيبات سكر جت على الحلة بتاعتك او الكازرولة بتاعتك تنزل في المية، عشان خاطر العسل بتاعك ما يسكرش. هنزل بقى بيهم الكوبايتين السكر عليهم كوبايتين مية، هروح بقى احطهم على النار. واول ما تبتدي ان هي تغلي زي ما انتوا شايفين كده، بنزل عليها بعصرة نص ليمونة، يعني ايه قطرتين من الليمونة كده شفتوا القطرتين دي، نقطتين من الليمون كده، واسيبها كمان تغلي 10 دقايق كده، وبعد كده بطفي عليها. هنا البسبوسة بتاعتي بعد ما طلعت، البسبوسة يا بنات لازم تكون سخنة والشربات بتاعها يكون سخن، لازم يكونوا الاتنين سخنين. لو البسبوسة باردة والشربات بارد هتطلع معاكي مش حلو. هتعرفي منين بقى ان البسبوسه بتاعتك ناجحه والمقادير بتاعتك كلها مظبوطه؟ اول ما تحطي الشربات زي ما انت شايفه على البسبوسه كده، تلاقي البسبوسه بتاعتك بتشربها على طول، مش بيفضل محطوط على الوش، يعني مش بيفضل الشربات على الوش، لا بيشرب الشربات بتاعها كله. حطيت كل مقدار الشربات اللي عندي ومش كتير، يعني ما تستكتريش ان ده هيبقى مسكر قوي، هو مش هيبقى مسكر لان احنا كده كده حاطين في الشربات بتاعنا مقدار السكر قد مقدار المية. فتفضلي بقى تزقي فيها كده لغاية لما تحسي ان هي يعني بتدوسي عليها كده، تلاقيها خلاص يعني ابتدت ان انت لما بتدوسي عليها بيطلع لك كده شوية من الشربات. انا حطيت كل السيرب اللي عندي، وبعد كده لو حسيتي ان في حبة كده فضلوا لسه على الوش لان هي كمان لسه سخنة، ببتدي ان انا اغطيها بورق فويل او بغطا علبة او بغطا حلة، اي حاجة متاحة عندك قد الصينية، غطيها كده وسيبيها لغايه لما تهدى خالص، وتعالوا اقطعها معاكم واوريكم شكلها عامل ازاي. هنا بقى بعد ما بردت شكلها حلو جدا والله يا بنات، التصوير ظالم اللون بتاعها، هي لونها كمان احلى من كده بكتير، وطريه كده، وكانت سكرها مظبوط وكانت حلوه جدا. مفيش مره بعملها ويعني بتطلع معايا فاشله ولا اي حاجه، بالعكس كل مره بتطلع احلى من المره اللي قبلها. بصوا من هنا بقى من الترميله بتاعتها والنعوميه والطراوه بتاعتها، حاجه تحفه يعني. تسلم ايديا. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، اتمنى يعجبكم، ما تنسوش تحطوا لي لايك وشير وسبسكرايب. مع الف سلامه.